بعد الألم من الجند المصري للكيان المحتل، حالة هلع ورعب شديد. هارتس وتايمز اوف اسرائيل ويدعوت احرنوت دي الصحف الكبيرة اللي عندهم، واللي بيكشفوا فيها النهاردة عن تفاصيل سرية جدا. هارتس بتقول ان العملية دي كشفت عن ضعفهم في تأمين نفسهم. معنى ايه كده بقى؟ ان اللي اشرف على عملية التأمين دي ما بيفهمش حاجة. وهارتس بتقولك ان هم فتحوا عملية تحقيق شاملة، بس خدها مني ان التحقيق ده هيقعد ناس كتيرة في البيت. ما هو اللي عمله برضه الجند المصري ما كانش قليل. خلونا بقى نشوف يدعوت احرنوت بتقول ايه. بتكشف عن ايه بقى يدعوت احرنوت؟ بتقول لك ان هم ما لقوش مع الجند المصري الا المصحف والسلاح بتاعه، بس نسي يقولوا لك وقلبه الجريء. خليني اقول لك ان هم مستغربين ومستعجبين جدا ازاي ان كميه التفاصيل والاتقان دي تطلع من جندي عادي. عشان يطلع كميه الاتقان دون لازم يطلع من حد متدرب ومحترف. خلي بالك ده كلامهم هم في الصحف بتاعتهم. اما تايمز اوف اسرائيل بتقول لك ان نتنياهو اشد القوات اللي اشتبكت مع الجند المصري. بس المفاجاه ان لما تعرف ان من الساعه 4 الفجر لغايه الساعه 7 الصبح والمجند المصري موقع منهم 2، وبعدها بشويه اتحدد موقعه بطياره درون اللي هي طياره المراقبه، واتحرك له مخصوص مجموعه عشان تشتبك معاه. خليني اقول لك ان المجموعه دي وهي في الطريق ليه طلبوا دعم، وكمان طلبوا دعم جوي عشان يساعدهم في الاشتباك مع مجند واحد. ولك ان تتخيل ان كل الطيارات المسلحه اللي هم طلبوها عشان يواجهوا شخص واحد، والطيارات كانت في الصيانه، يعني مفيش مفر هتقابلوه وش لوش. بالفعل اشتبكوا معاه وقتل واحد تالت كمان، واصاب 2 في حاله حرجه. انت متخيل اي رعب يكون موجود لما مجموعه تطلب دعم عشان خاطر شخص واحد؟ مع ذلك عيشهم في حاله رعب وهلع. وفلسطين دوله عربيه. وما تنساش الاشتراك واللايك عشان تشوف كل فيديوهاتنا.